إحساسك إيه لما تعرف إن اللوح اللي أنت هتشوفها دي معمولة من جثث مومياوات مصرية؟ Interior of a Kitchen ده اسم اللوحة اللي رسمها الفنان مارتن درولينج سنة 1815، واللي اشتهرت بأنها اتلونت بصبغة اسمها المامي براون أو صبغة الموميا، اللي تم استخراجها من جثث مومياوات مصرية قديمة. الصبغة دي حرفيا كانت بتستخرج من طحن لحم المومياوات المجفف، المومياوات اللي احنا كلنا بنعتبرها كبسولات زمنية نقدر نحدد بيها زمنها وعمرها. الكلام ده كان بيحصل في القرن ال18 لما كان في تبادل تجاري للمومياوات المصرية بين مصر وأوروبا. سمي تبادل تجاري، تهريب آثار، سرقة موميا، ترجمه زي ما انت عايز. كانوا بيعتبروا بودرة الموميا المطحونة دي ليها قوة شفاء غامضة ضد كل الأمراض، فكانوا بيستخدموا صبغة أو لون المامي براون في لوح كتيرة جدا وقتها لحد أواخر القرن ال19، والناس بدأت تشك في الموضوع. اكتشفوا السر وعرفوا اللون ده مصدره ايه بالظبط، فبطلوا يلونوا بيه، وكل اللي كان عنده أنبوبة للون ده أو بودرة من صبغتها دفنها تحت الأرض. بعدها وقف بيزنس المومياوات وانتهى استخدام المامي براون، وتحول من منتج عليه الطلب لموضة قديمة ما بقتش موجودة. أعتقد أجدادنا القدماء لو كان عندهم خبر باللي هيتعمل فيهم ده كانوا زعلوا قوي وزعلونا معاهم.